لما سألته بالخوف قال لي عادي مفيش مشكلة، إحنا طول العمر مع بعض. وزود على كلامه اوعي تقولي لحد. وأنا العبيطة اللي اتربيت على الثقة والطاعة قلت له طبعا يا حبيبي ده سرنا. وقلت في سري الحمد لله اليوم اللي كنت مرعوبة منه عدى على خير. تاني يوم أهلنا جم يطمنوا علينا، وأمي اللي قلبها عليا سألتني ها يا ليلى طمنيني يا بنتي. وأنا بصوتي الهادي اللي ما يعرفش يكذب بس كمان ما يعرفش يقول الحقيقة المرة قلت لها يا ماما كله تمام. وما قدرتش أقول كلمة زيادة. فضلت شايلة السر ده لوحدي، لا حكيته لأمي ولا لأختي ولا لأي حد. كأن لساني اتربط وكأني كنت عاملة عقد مع نفسي إني هفضل صامتة. عدت الشهور، شهر في التاني ورا التالت وإحنا على نفس الحال. 7 شهور كاملة وهو بيحاول بس مفيش فايدة. 7 شهور صمت وخوف. يا ترى اللي حصل ده كان إيه سببه؟ وهل ليلى قدرت تفضل ساكتة على طول؟ اللي جاي أصعب بكتير. تابعوا الجزء الثالث.